قنديل البحر الخالد، الكائن اللي بيرجع طفل بدل ما يموت. تخيل معايا كده لو عندك القدرة انك ترجع طفل تاني لما سنك يكبر، هتستغلها ازاي؟ احنا النهاردة بقى مش هنتكلم عن لعنة فراعنة ولا حاجة تاريخية، احنا هنتكلم النهاردة عن الكائن اللي بيجدد خلايا نفسه عشان يرجع شباب تاني. فحضر فنجان القهوة بتاعك وتعالالي عشان احنا على وشك نغوص في اعماق بحر علمي سخن، واللي هنقابل فيه الكائن اللي بيرجع شباب تاني قبل ما يموت. بداية التمانينات كان في عالم إيطالي بيعمل أبحاث في البحر المتوسط، فالراجل الطيب كان بيضرب عينه كده وكده لحد ما لمح حاجة في البحر صغيرة كده بس بتلمع، فلفتت نظره فابتدى يقرب من الحاجة دي عشان يكتشف ايه دي. ولما يقرب يشوف ان ده قنديل صغير قد عقلة صباعه، فيقرر ياخده ويعمل عليه شوية ابحاث. وبعد شوية ابحاث وشوية وقت اكتشفوا ان اسمه العلمي توريتوبسيس دورني، واللي بيعمل حاجة محدش بيعملها قبل ما يقرب يموت، وانه بيعرف يرجع نفسه لنقطة البداية تاني ويبقى طفل. طبعا العلماء استغربوا جدا وقالوا لا احنا هنعمل شوية ابحاث تانية، فابتدوا يطوروا في الابحاث عشان يعرفوا ازاي الكائن ده بيعمل كده في الخلايا بتاعته، وازاي يقدروا ينقلوا الخاصية دي للبشر. بس لحظة واحدة، احنا دلوقتي بنتكلم عن قصة غريبة لكائن صغير في البحر، بس احنا بالنسبة لنا كبشر عارفين ان كل واحد ليه دورة حياتية معينة، واللي هي انه بيتولد، يكبر، يعجز، يموت، عشان محدش يدخلنا في قصة كفر والحاد والعياذ بالله. احنا بنحكي قصة غريبة واول مرة نسمع عنها. زي ما لسه قايلين احنا عارفين ان الكائنات الحقيقية ليها دورة حياتية معينة، بس قنديلنا الخالد قالك لا، الطريقة دي قديمة قوي متنفعنيش، انا هعيش على نظام اللوب. وبقى كل ما يحس ان خلاص سنه بيكبر وبقى مجهد وتعبان، يدوس على زرار الريسيت بتاعه ويرجع نفسه شباب تاني. والعلماء سموا العملية دي بالترانس ديفرنتيشن، ودي ببساطة انه بياخد الخلايا بتاعته ويعيد برمجتها تاني عشان ترجعه طفل. يعني تخيل كده لو انت عندك زرار في جسمك اول ما تدوس عليه يرجعك 7 8 9 سنين لورا كده، هو فعليا بيعمل كده. العلماء بقى لما اكتشفوا ده استغربوا جدا، وقالوا ان دي مش مجرد حالة نادرة او كائن نادر، ده اول دليل فعلي على الخلود البيولوجي. فهنا بدأت الدراسات والابحاث تكتر شوية، ويفكروا بقى طب ليه مش كل الكائنات كده، وازاي اصلا الكائن ده بيعرف يعمل الحاجة دي، وازاي ناخد الحاجة دي نطبقها على البشر. وقالوا كمان ان دي مش حالة نادرة، ده باب لمستقبل البشرية، وبكده تحول الكائن الصغير ده من وجبة سمك لحلم علمي عظيم. العلماء بقى ابتدوا يقارنوا بين آلية تجديد الخلايا عند القنديل ده وآليات الشيخوخة في الإنسان، ولقوا إن الفرق مش بس في الجينات، الفرق في إن الكائن ده عنده القدرة في التحكم الكامل في الخلايا بتاعته. يعني إحنا بنكبر لأن الجسم بينسى يرمم نفسه، القنديل ده بقى لأ، ده عنده ما يشبه بجدول صيانة كده بيعرف يصلح نفسه كل فترة. يعني ببساطة هو فاكر كل خطوة بيولوجية جسمه بيمر بيها وبيعرف يعيدها تاني. وده فتح باب جديد في الطب. هل نعرف نعمل ريست للخلايا البشرية تاني؟ سؤال مهم هنا، هل القنديل ده فعلا خالد وهل هيفضل عايش لحد ما الشمس تطلع من المغرب؟ الحقيقة لا، هو بيولوجيا ما بيموتش من الشيخوخة، بس ممكن يموت من هجوم، من مرض، من تغير بيئي وهكذا. بس هو ماشي في الحياة بدون تاريخ صلاحية. والأغرب إن مفيش قنديل واحد عاش للأبد، بس برضه مفيش قنديل مات من الشيخوخة، من إنه عجز، من الكلام ده كله. الكائن ده بقى مش مجرد معلومة غريبة، ده فتح باب لسؤال فلسفي مرعب. هل فعلا الإنسان محتاج يعيش للأبد؟ وهل العيش من غير موت هتبقى حياة؟ العلماء بيحاولوا يخلوا البشر يعيشوا أطول، بس القنديل ده سبقهم كلهم وعلمهم إن أحيانا سر الخلود مش في إنك تكمل، لكن في إنك تعرف إمتى تعيد اللعبة من الأول. ودي يا سيدي كانت جرعة قهوتنا النهاردة من كوفي شوب. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان في حلقات كتير جاية هتخليك تعيد تفكير في حاجات كتير. سلام.